السلام عليكم. بمناسبة النهاردة أول يوم في شهر رمضان الكريم، بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. ولكن عايز أتكلم معاكم بكلمتين مش هيعرفوا ولا يحس بيهم غير اللي عايشهم. اللي انتوا شايفينه دوت البنجر اللي بيستخرج منه السكر، للي ما هوش عارف يعني. ده هي المقابر بتاعتنا كبيرة، حافظ كفر الشاي، دي آخر شارع في المقابر. كلمتين اللي هقولهم للي الدنيا لهته، واللي نسوا كل شيء، اللي نسوا إن فيه رب، وإن في يوم من الأيام هياكل المقابر ده. لكل واحد ظلم أخته، لكل واحد ظلم أبوه، لكل واحد ظلم أمه، لكل أخ نيسي خالص إنه له أهل. عايز ترمي أبوك وأمك في الشارع؟ اسأل اللي فقد أبوه وأمه هم أطفال. عايز تهين أخوك أو تقسى على أخوك أو على أختك؟ اسأل اللي ملوش حد الوحيد. لو عايز تعرف كمية الوجع للي فاقد حد غالي عليه وهو عندك وانت هينه، اسألنا احنا. اسأل اللي فقد اللم، اسأل اللي كانوا بيبقوا قاعدين قدامه كده وهو قاعد حواليهم. مش عايز اقول لك بيبقوا قد ايه. اسأل اللي كان رمضان ده بيستنوه بالسنة للسنة عشان اللمة اللي فقدوها قبل ما تهين ابوك وامك. تسحب ابوك وامك وترموهم في الشارع، تسحبهم وترموهم في الشارع، والله العظيم حرام. والله حرام انك ترميهم في الشارع ولا ترميها في الشارع بعد السن اللي وصلوا له. حرام ان ابوك والله امك يتهانوا بسبب واحد قليل الضمير، قليل الذمه زيك. واحد كل معرفته من الحياه كلها ان في واحده ست بتقول له ارمي امك ارمي ابوك، ما تديش لامك ما تديش لابوك، اختك ما تجيش عندي. اختك بتقول ما تروحش على اختك وتكلمها. ده حرام. حرام عليكم. تعالوا اسالونا احنا، تعالوا اسالونا احنا واحنا جايين نشوف الشباب الصغيرين المدفونين. تعالوا اسالونا احنا واحنا قاعدين ربنا وحده اللي عالم بينا. اسالونا احنا واحنا هنروح هنقعد لوحد. اسالونا احنا على كميه الوجع اللي احنا فيه، اللي بشوفه رمهم في الشارع بعد ما عملوش اللي ما عملوش حاجه. يجي يسالني، يجي يسالنا واحنا واقفين قدام بيبانه وبيبانه مقفول، ما حدش فيهم بيرد عليه. قبل ما تظلم حد تعال اتفرج واقف في المقابر وشوف اللي سكنوها واللي كان عندهم آه. تعال قبل ما تجري على الدنيا اللي هتاخدك هتسيبها ملايين. واللي هيبيع قالوا عشان واحدة، أول حد هيبيعه في الدنيا هي هترميه زي الكلب. مش هتسأل فيه، مش هتسأل فيه. أقول لك ليه؟ عشان اللي يبيع أهله عشان مرة يستاهل كل الإكرام. تبيعه هي عشان كلب. اللي له أم حافظ عليه، بدعوة منها هتطلعك فوق الدنيا بحالها، بدعوة منها تنزلك تحت الأرض. بترميها في شارع، بترميها في دار مسنين، بتهينها. كل ده ليه؟ هي جابتك عشان تعمل معاها كده؟ جابتك عشان واحدة من الشارع تخدمك لأمها ولأبوها ولأخواتها؟ أما أمك وأبوك وأخواتك كان ضربوا بالجزمة؟ تعال شوف القبور اللي سكنها الشباب، تعال شوف البيوت اللي اتخربت بعد الشباب. قبل ما تفكر تأذي حد فكر مليون مرة إن اللي أنا هعمله ده هو هيعود لي. ما كانش في عيال هيعملوه معايا ربنا يحاسبنا عليه. بتزرع شر في الدنيا بتحصده في الآخرة، بتزرع فساد في الدنيا بتحصده في الآخرة.
محدش بياخد عملك ولا حد بيدخل معاك، انت اللي بتحصده. اللي زرعته طول حياتك بتاخده. بس قبل ما تظلم واحد ولا واحدة، امك ولا ابوك، اختك ولا اخوك، تعال اتفرج. افتكر الآية اللي بتقول وانا شد عضدك بأخيك. اختك مش محتاجة منك انك تخبط عليها بس بالله ازيك يا اختي، تشوفك، مش بالتليفون، مش تتصل عليك تقول لها معلش انا ابقى اكلمك بعدين اصل انا مش فاضي، لا عشان انا ماشي مع واحد صاحبي مش عارفه ايه. هي محتاجاك، مش محتاجه منك حاجه، والله ما هي محتاجه منك حاجه، لان هي عارفه يعني ايه اخ. هتفضل الدنيا لهياكم كتير. انا بقعد اشوف فيديوهات، بتشوفوني وانا فاتحه الفيس ولكن مبقاش فاتحاه. انا بدور على الحاجات والمآسي اللي الناس عايشاها واقعد اشوفها. بشوف اللي رمى ده واللي رمى ده واللي رمى ده، لا تلوم ابوه اللي رمى امه وابوه، واللي مش عارفه ايه مع اخوه الشكل على ايه عمل في ايه في اخوه، واللي ولع في اخته عشان ياخد ورثاه، واللي ولع مش عارف. حرام عليكم، والله العظيم حرام. هتمنع ولادك عن اخوك؟ والله العظيم القسوة اللي هتزرعها فيهم انت اللي هتحصدها منهم. هتمنع اخوات ولادك اللي يروحوا يزوروا عمتهم، اختك، وما بيروحوا عند خالته وماما بتقول لهم روحوا لخالكم ولخالكم. انت اللي هتحصد، انت اللي هتحصد اللي انت فيه اللي هتزرعه. والله القسوة اللي هتزرعها في قلوبهم ما هتحصدها غير لو انت في القبور ده. والله ما هيجولك ولا يسألوا فيك، لان انت اللي زرعت. فكر مليون مرة في الشهر الكريم ده اهو قبل ما تعمل حاجة. معلش انا بحاول امسك نفسي. هتعرف قيمة ده لما تيجي وتقفل عليك باب زي ده وما تلاقيش حد يقول لك حتى سلام عليكم. هتعرف قيمة ده لما تقول تديني ان انا ماليش حد، وانني وبتكره عيالك في اللي حواليك، ومرة شايلاك وتجري بيك، اعمل لي وعيالي واختك واخوك وامك وابوك والله راح واللي جه. والله العلي العظيم اول واحدة هتدوس عليك باللي في رجلها يوم ما تموت. والله العلي العظيم اذا ما كانت عاملاك شخشخة في ايديها هتدور على حد تاني تعمله زيك. لان اللي يهين الغالي عشان الرخيص عمره ما يبقى غالي. لما تبيع اللي عمرهم ما يتعوضوا عشان واحدة بتتعوض وتترمى في أي وقت ويجي غيرها، والله العلي العظيم لا ترتاح في الدنيا وفي الآخرة. ربنا وحده اللي عالم بالله يجرى لك اللي زرعته هتحصده. بالله عليكم ما عدت عايز اتفرج ولا اشوف كل يوم كده في الفيديوهات واحد قتل امه، واحد قتل ابوه، واحد رمى امه، واحد رمى، واحد عمل في اخوه كذا في اخته كذا. بالله عليكم احنا بقينا في اخر الدنيا، بقينا في اخرها، في اخر. تعال اقعد، اخوك عمل، اختك عملت، تعال اقعد كده عند ابوك وامك اللي في القبر، تعال اقعد عند ابو وام واحد صاحبك وشوفه هو ربنا وحده اللي عالم بيه. اقعد كده واساله على المرار اللي هو فيه. لما ابوك وامك بيموتوا يبقى نفسك تتعلم حاجه ما انتش عارف تتعلمها. ابوك وامك لو عايشين هو اللي يقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا، هيشوروا عليك مهما كان درجه علمك ومهما وصلت. والله العظيم علمك ما يبقى نقطه فري بحر ابوك وامك من خبره الدنيا والايام. مهما وصلت هتتعلم منهم لغايه اخر نفس. اهانتهم ورميهم وذلهم وتجويعهم وكل اللي انت بتعمله هتحصده تاني. بس هتحصده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. خليك تجري ورا السرور والعربيات وتجري تجيب ايه واطلع فين واعمل ايه، واعمل ولايم لقرايب مراتي، واعمل ولايم لزمايل مراتي، واعمل ولايم مش عارفه لاصحاب جيران مراتي اللي عاينين عليك. اعمل اللي انت عايز تعمله وسيب اللي جابوك واللي تعبوا فيك هينهم كيفما تشاء. واللي هتزرعه هتحصده، امالهم ربنا وانت لك مراتك.
انت لك شيطانك، لك اللي غويك، لك دنيتك اللي لهتك، لك اي حاجة انت ماشي وراها. مش لازم أن تكون مراتك اللي، الا من رحم ربي. في ستات ربنا يبارك لهم ممكن يكون الأسوأ منك انت، ممكن يكون شيطانك اللي شايلك. مش لازم دي، ولكن اغلبيتها اللي احنا شايفينهم هم دول. والله بقعد اتفرج على الفيديوهات، والله 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 انا بقعد، يعني ربنا ما يوريكم اللي انا ببقى فيه. مش عايزه اقول لكم، انا بحاول اطلع من اللي انا فيه شويه، ادخل الاقي فيديوهات منشوره وناس بتستنجد وناس. احمد ربنا على اللي انا فيه، العلم ان انا دفنت العزيز والغالي، ما عنديش حاجه. زي النهارده ابويا سابنا 23/3/93، زي اليوم. هقول لك على رمضاني، النهارده تمام السنه بتاع ابويا. يوم 4 رمضان، يوم 26/3 هيوافق تمام السنة بتاع أمي. أمي توفت قدام المغرب يوم 26/3، واندفن 27/3. جدي لأبويا متوفي يوم 17 رمضان، اللي توفى فيه أخويا من سنتين. يوم 30 رمضان أبويا توفى، في أول الشهر من أوله لآخره وأهلي. ده رمضان، رمضانك اللي انت لاقي فيه في الدنيا، رمضانك اللي انت ظالم الناس فيه وظالم أهلك. شوف رمضاني من رمضان، شوف أنا في إيه وأنت في إيه. لا عايز تعرف الوجع ويعني الوجع اللي ما تسمعش عنه غير اللي عاشه، اسأل اللي دفن أهله وقاعد يتحسر عليهم. اسأل اللي أبوه مات صغير ولا أمه ماتوا صغيرين وهم أطفال، بيبقى معدي في الشارع ويقول لك يا بختك بابوك لسه بتتعلم منه، لسه قاعد على طبلية أبوك، لسه ملموم حواليهم، لسه أبوك بيعلمك. اسأل اللي طبليهم في الأرض ما عادش عليهم حاجة. أنا بحاول أمسك نفسي عشان ده مفترض عليكم، إنما على غيركم ربنا وحده اللي عليكم. بالله عليكم، بالله عليك ما تهين أمك ولا أبوك، بالله عليك ما تقسى عليهم، بالله عليك ما تروح لهم وانت وشك رايح كده يعني برو عتب. بالله عليك لما تقابل اخوك في الشارع ولا اختك في الشارع، تهاجي عليها ولا تهاجي عليه، تاخده في حضنك، اخويا حته مني، ما تقفلش بابك في وشه، لان انت بتبقى قفلت باب الرحمه ما بينك وما بين اللي خلقك وهتحصدها عنده. مفيش حد محتاج لحد، كل واحد دنيته ربنا مبارك له فيها، بس محتاجك اخوك، محتاجك. انا ليا اخ، انا ليا اخوات بنات بروح لهم بيقولوا واقف في دار اخواتي البنات عشان رجالتهم ما تعمل لهمش حاجه، يعرفوا ان وراهم رجاله، مش رجاله لاهين بالدنيا وسايبينهم. والله اختك ما هي محتاجه انك تروح تخبط عليها وتدي لها كيلو برتقال، محتاجه انك تروح تخبط عليها تقول لها انا في ظهرك اهو، انا جاي لك اقعد عندك شويه اهو، عشان انا اهو في وش العدو، انا عشان ما حدش يتسجر يبص لك. مش محتاجه منك حاجه، مش محتاجه انك تعمل لها وليمه وتاكلها، مش محتاجه انك تدخل عليها شايل ومشايل، محتاجاك انت كاخ. تقول لك اخ، انت عارف لما بنتوجع بنقول اخ، ما بنقولش اب ولا ام، بنقول اخ. ده وجع الوجع لما تدفن الاخوات. فكر مليون مره قبل ما تصدم اهلك. الدنيا هتروح هتروح، هتاجي القبور، مش هتفضل مخلد. ده رسولنا رفض انه يخلد فيه صلى الله عليه وسلم، فبطل تتلهي بيها
وتلاقي على عينك، وشوف اللي حواليك، شوف اهلك وناسك. مش هقول لك روح لخالك وخالتك وعمك وعمتك، لان دولت ما اقولكش قلوب ماتت قد ايه فيهم، ما عادش عندهم حياه. تلاقوا في اللي هم فيه زي ما انت تلاقيت في اللي انت فيه، بس على القليله شوف ظهرك، شوف اهلك. بدعوه من اختك في يوم من الايام هتطلعك فوق، وبدعوه هتنزلك تحت الارض. اتوجعت منك، تدعي عليك دعوه تكون ساعه اجابه. يكون اخ زنه وشاف ميتم حد ميت يقول لك ما كانش اخويا عشان ارتاح منه من اللي سقهوني. صعب قوي، والله العظيم صعب. انا بقعد اسال الناس حياته كلها، لو تسال عنها انا مصاحبه، مش عايزه اقول لكم يعني، من ادنى شغله على الارض مصاحبه الناس، وبقعد معاهم افترش الارض زي ما انا قاعده، والله انا قاعده على الارض، والله العظيم بقعد معاهم ومصاحبه، مش عايزه اقول لكم من فين وفين وفين، عشان اتعلم من ده ومن ده. الراجل الغلبان ولا الست الغلبانه اللي مش عاجبك دي بتقول لك جملتين تعلمك اللي امك اللي انت فقدتها ما اتعلمتكش. بتدور على الحنان عندهم، بتدور. نفسي اسال امي على حاجه هي هتقولها لي، هتعلمها لي، هتقول لي كان في عندنا زمان واحده عملت واحد عمل وحصل لهم كذا، اخد عبره منه، لان انا ما عادش عندي اللي يدينا العبره والموعظه. قبل ما تقسو على نفسك، لان بقسوتك على اللي حواليك انت بتقسو على نفسك، والله هتحصد اللي بتعمله، ان عاجلا ان اجلا هتحصده. ما تتغرش باللي عندك. لو كنت قوي صاحب صحه ما تغرش بيه، لو كنت صاحب نفوذ ما تتغرش بيه، لان الاداره غداره يا ريس، والكراسي ما بتدومش، ولا يكون كل واحد قاعد على كرسي كان خده معاه وهو ماشي. وافتكر احنا اكتر بلد شفنا اللي جرالنا، احنا كانوا بيبقى اعلى القمة عندنا، وانتوا عارفين كانوا بيبقوا فين في الاخر. الله يرحمه. فبالله عليك قبل ما تشوف نفسك في منصب، في مال، في جاه، في ولادك، عندي عزوة وعندي، تعال شوف القبر. والله العظيم القبر 3 امتار مقسم الى حجرتين، كل حجرة متر ونص، 3 امتار مبني فيهم 3 حيطان. يعني اعتبر ان ضاع كده ما بيتبقاش جوه القبر اللي هو المفروض متر ونص، لو لقيته متر تحمد ربنا عليه. اي والله. وبتحط فيه ناس. انا كنت بنقل امي من مكان لمكان، انا عندي اخواتها بنقلها في حبناها نراعينها. انا شفت كوم ناس تقريبا علو الراجل اللي بيدفن، ده عظم في مقبره، والله عظم في مقبره. هقول لكم بقى على كميه الوجع الاكثر. الراجل قال لي ديت والدتك، دي فلانه، وشي وشها وشوفيها. انا شفت امي، انا شلت القطن والقماش عن وش امي، هي نفس امي، ولكن ما عادش لا في لا روح لا في نفس، مفيش الجلد بتاع الوش، مفيش حاجه. بس هي امي كانت ماشيه على الارض بتعلم منها. كنت بدعي ربنا كل وقت وكل صلاه ان يجعل يومي قبل يومي. كنت بقول والله مش هعيش بعد دقيقه واحده، مش هقدر. مش عاوز اوصف لكم كميه الوجع. بس بالله عليكم محدش ضامن، ممكن تكون دي اخر رمضان لي، محدش تعرف من الله. حافظوا عليكم، حافظ على ابوك وامك، ومن حفاظك على ابوك وامك لوحدك كده من عند ربنا هتحافظ على اخواتك. احفظه، ربنا يحفظك قبل ما تيجي تقف ورا باب. والله العلي العظيم، والله العلي العظيم، اللي هتزرعه هتحصده. ما تلاقي حد يقول لك سلام عليكم، لانك انت اللي زرعت القسوه، واللي يزرع القسوه في ولاده هيحصدها في قبره. انت هتفرجهم،
اتفرجوا، احنا كل يوم بريد في الشباب عندنا. احنا فعلا بقينا في اخر الزمن. ولكن بتعدي على مقبره تلاقي الناس قاعدين قدامها، لو ميت بقاله 10 سنين ربنا وحده اللي عالم باللي قاعدين قدامه شكلهم ايه. وبتلاقي مقبره، يعني بقعد مع ناس تقول لي اخر حد مات عندنا في العيله من 50 سنه، ولسه العيله الناس عدت 90 سنه وعايشين و80 سنه وعايشين وتلاقي قلوبهم الحجر لين عنهم، لانهم ما فقدوش حد من العزيز ولا غيره، ما يعرفوش يعني ايه موت. تجي تقابل حد تقول له انت كنت فين؟ كنت عند ابويا وامي في نشار. الله اكبر، الله اكبر. تحس ان هم من في كوكب تاني واحنا في كوكب لوحدنا. ربنا مبتلينا لما خد اهالينا واحنا صغيرين، وهم معززهم وسايب لهم اهاليهم. بس مين فينا الاحسن عند ربنا؟ مين فينا اللي عامل لاخرته عند ربنا؟ مين فينا اللي هيلاقي قبره منور كده بنور الرحمه عند ربنا؟ سلام على ناس كانوا لنا الدنيا بما فيها. سلام على ناس كسروا ظهورنا بفراقه. سلام على ناس كانوا مصابيح حياتنا. سلام على ناس كنا نعيش العز معهم. حتى ولو بتحكي، حتى لو بتكلم، حتى لو قاعدين شايفين لقطة في التلفزيون، سامعين راديو في رمضان على حاجة تضحكك. سلام على ناس كنا نقاسمهم البكاء على من نراه ورا شاشات. سلام على ناس لم نعد نسمعهم ولم نعد نراهم. سلام علينا في دنيا فانية. سلام علينا في طمع الحياة واللهس ورا ما لا ينفعنا لا دنيا ولا آخرة. سلام على قلوب طيبة أصبحت في التراب. سلام على عظام أصبح فراشها الرمل وغطاؤها قطعة قماش. سلام على وجوه بشوشة لم تعد لنا. سلام على دنياكم. رب اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم. رب يعاملهم بمعاملتك ولا تعاملهم بمعاملتهم. رب إنهم ضيوفك فكر منزل. إنهم ضيوفك فكر منزل. إنهم ضيوفك فكر منزل. يا ريت ما عدتش اشوف فيديوهات بتنزل على الله والوجع. يا ريت ما اشوفهاش تاني، على وجع الناس فيها وعلى الظلم اللي فيها وعلى القتل وعلى الدمار. لو بايدي كل اترمت في الشارع والله عندي مكان احتويه واقول له انت مكان ابويا وامي، هعاملك فيهم بالطيبه اللي كنت هعمل اهلي بيها، وهعاملك بيهم بالرحمه عشان يبقى لابويا وامي. والله ما اتاخر، والله العلي العظيم ما اتاخر، لان انا عارفه هم ايه، عارفه هم ايه، لان فقدتهم. خليكوا الدنيا اللي هي
اللي عنده حاجة تلاقي كده، ومش عارف إن هيجي هنا في يوم من الأيام، مش عارف إن المقابر دهيت هتبقى سكنهم، مش عارف إن هيحطوه ويقفلوا عليه وهيروحوا ياكلوا ويشربوا ويعيشوا حياتهم، لأن هو اللي زرع. لو زرع خير هيلاقيه. اللي يشوفني مش شايفني أنا جايبه لك خضرة، اللي يشوف اللي احنا فيه ده اهو، واللي يسمع كلماتي ده يا ريت يلحق إن كان باقيله حد عنده يلحقه. لو لك أم وأب الحقه. لو شفت عندك حد قاسي على أمه وأبوه سمعوا اللي أنا بقوله له، سمعوا له جايز يرجع على اللي هو فيه. لو لقيت واحد الدنيا والطمع عليه سمعه قول له هتجي المقابر ده ملكش الا هي، وكفن ملوش جيوب يا جماعه، مهما تجيب مش هندفن معاك قبرك في قبرك اللي جمعته في الدنيا. ده انت يا دوبك حته قماشه وشويه قط، مش عايز اقول لك يعني بيلفوك فيهم اول ما بيرموك يقفلوا عليك الباب يلا مع السلامه. مش هيجيلك وتواجع عليك هنا الا اللي كان حاسس بمعاملتك له، اللي كنت كل حاجه له وهو برضه لك كل حاجه. اسمعوا والحقوا الدنيا قبل ما تخلص منكم. احنا بقينا في اخر الزمن، كل يوم بنسمع حاجة وبنشوفها، دي علامة من علامات الساعة. الحقوا بالله عليكم، الحقوا بالله عليكم تعالوا. غلا الأسعار، رخصة الأسعار، الدنيا ولعت، الدنيا راحت. والله العظيم ما تاجي في لحظة محتاج أبوك ولا أمك ولا أختك ولا أخوك في ريحك. والله في لحظة لما تبقى في ايدهم تقول آكل عيش حاف على طبلية أبويا وأمي وهم حواليا وإخواتي حواليا، ومش عايز آكل اغلى اكل على وجه الارض وهما مش معايا، مش هتحس بيه. هتبقى بتاكله كده اهو وفيه مر. والله العلي العظيم هتاكله لو بتاكل حتى حلويات اللي انتوا بتقول عليها شرقيه وغربيه وحلويات وحاجات، والله مع كميه السكر اللي فيها هتلاقي فيه مرار، هتلاقي مر في الاكل ما يحس بيه غير اللي اتوجع على اهله، اتوجع على لحمه ونسمه. عندك كتير ما عندكش كتير هتيجي هنا القبر. عملت حلوه هتحصد، عملت شر هتحصد، اللي هتزرعه هتحصده. فالحق ازرع شويه، ما تزرعش بنجر، انا اقصد ازرع في حياتك يعني شويه، لعل وعسى تلحق اللي باقي من عمرك. ومعلش انا بحاول والله 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 العلي العظيم بحاول ما اطلع لكم شيء حاجه من اللي انا حاساه، بحاول بكل الطرق، بحاول. بس بنصحك نصيحه لعل وعسى تاثر فيك، لعل وعسى ابقى مصدر لك انك تلحق اللي باقي من عمرك، وانك تزرع زرع حلو حد افتكرها لك في اهلك. وحقكم عليا، انا اسف اللي وجعتكم، بس يا ريت لو طلعت بواحد بس حق من اللي انا قلته ابقى ملكت الارض ما فيها. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم في وسط اهليكم واهليكم في رحمه، كل سنه وانتم مش خسرانين حاجه، كل سنه وانتم قلوبكم مليها الرحمه، كل سنه. اه الست بتعدت على اخوها، بتعدت على اخوها، ست ماشيه تعدت على اخوها. كانت جارتنا في بيت لنا عدت ال70 سنه ولسه بتعدت على اخوها عشان هي عارفه يعني ايه اخ. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، حافظوا على بعض، كل سنه وانتم طيبين، وكل رمضان وانتم طيبين.
واشوفكم بخير يا رب. كل من يسمعني اشوفه بخير يا رب. اشوفه بخير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.